افضل وامن واسرع وارخص كريم لازاله السواد اللي تحت العين والاماكن الداكنه. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن الهالات السوداء او السواد اللي تحت العين او الاماكن الداكنه. اولا عشان بس ما اطولش في الفيديو، اسبابه ايه؟ اسبابه واحد، ممكن يبقى وراثه، والدك او والدتك او خالك او عمك او اي وراثه جينيه. الحاجه التانية ممكن يكون نقص انيميا او حديد او فيتامينات. نقص المعادن ده طبعا بيأثر على الاماكن دي، بيعمل هالات سوداء وكده. الحاجه التالتة قله النوم والارق بتأثر برضو وتعمل السواد تحت العين او الهالات السوداء دي. الحاجه الرابعه الحاله المزاجيه، ودي مهمه جدا ومن اهم اسباب الهالات السوداء اللي تحت العين. تمام. الحاجه الخامسه ترك المكياج او ان انت تسيب المكياج على عينك او على بشرتك وتنامي بيه. تمام. الحاجه اللي بعد كده قله شرب الميه. قله السوائل في الجسم عموما بتصيب الجسم بجفاف، وبرضه بتزود الحاجات او بتساعد على وجود الحالات او الاماكن الداكنه او الحاجات اللي هي ايه الهالات السوداء دي. الحاجه اللي بعد كده بس طبعا دي بتبقى موجوده مع الحمل او الرضاعه. الجماعه اللي هم عندهم حمل او رضاعه يعني بيحصل لهم اضطرابات هرمونات، واضطرابات الهرمونات دي بتعمل برضو التهالات تحت العين والالتهابات دي. تمام. كده احنا عرفنا الاسباب، هنخش على طول على العلاج بتاعها. العلاج الاول هنبداه من عند العطار. هتجيب من عند بس عطار يكون كويس. هتجيب من عند العطار حاجه اسمه زيت اللوز الحلو. في زيت لوز حلو، هتجيب زيت اللوز الحلو ده وهنحط منه او هنمسح بقطنيه منه وهنمررها كده على العين تحت العين كده رايح جاي برفق. تمام. العين دي والعين دي او الاماكن الداكنه عموما، يعني سواء عين او غير عين يعني. وهنسيبها لحد الصبح ثاني يوم، وبعد كده ايه نغسلها او نمسحها يعني. الكلام ده طبعا مش هيجي من يوم ولا من يومين. الحاجه دي زي طبعا زي هي ما جاتش في يوم وليله، مش هتروح في يوم وليله عشان ابقى صريح. بتاخد وقت شويه. خلصنا قلنا على الزيت الحلو ده اللي هو بيجي من عند العطار. هنقول بقى الحاجات اللي بتيجي من عند الصيدليه، ودي المفاجاه او ده التوب يعني. كريم رخيص امن فعال ملوش اثار جانبيه، بيساعد على ازاله الاماكن الداكنه في اي مناطق في الجسم، بين الفخذين، تحت الباط، تحت العين. واشتغل برضو كمرطب. الكريم ده اسمه بانسينول. بانسينول كريم هتلاقيه موجود في معظم الصيدليات، متوفر، سعره رخيص جدا، امن جدا، فعال. طبعا الموضوع برضو هيتاخد 3 مرات في اليوم، هيندهن برفق، وان شاء الله هيبقى كويس. تمام. ولو عندكم اي استفسارات عن التركيبات او التركيبه دي عموما ممكن تعلقوا على الفيديو، ولو عجبكم ممكن تشيروه وتعملوا سبسكرايب للقناه. السلام عليكم.